الحقيقه ده تعادل مستفز قوي، لدرجه ان انا اول ما تعادلت انا ما رضيتش اطلع فيديو ان انا هقول كلام ملوش لازمه. كنت هنتقد معتمد جمال، كنت هنتقد اللعيبه، بس هي الحقيقه الكوره مش عايزاني. والحمد لله الحمد لله الاهلي خسر ب3. انت لو خسرت الماتش الجاي انت خلاص الماتش الدوري وسموحه. ماتش الدوري هو سموحه لو انت عارف تكسب ماتش الاهلي. تعادل مستفز. بس انا ولا مش هقدر انتقد معتمد جمال. انتقده ازاي؟ اصل هو لاعب سيف الدين الجزيري واحمد ربيع كان ساعي عامل ازاي. انا انا اقول له ايه؟ طيب انا ما اقدرش اكلمه. الراجل ده لو انت هتعتقده ان هو عمل حاجه فانت، هو كان بيريح حداد دباغ وناصر منسي وهو عنده حق. عنده حق جدا. اللعيبه دي بتلعب 90 دقيقه ويا عم 80 70 دقيقه بيلعبوا كل شويه كل الماتشات. اللعيبه دي لازم تريح. فهو عنده حق، عنده حق. انا كنت بفضل احمد شريف مركز المهاجم، مع ان كلهم عبط. انا لو بالنسبه لي، لو انا كمدرب كنت لاعب ايمن امين عبد العزيز اللي هو لاعب بالنسبه لي لاعب شيء جامد جدا. بس انا مش هقدر اتكلم، في كل حاجه. اصل الراجل ده وصلنا نهائي كونفدراليه، خلينا نتصدر الدوري بعد كميه احباط رهيبه. انا كنت محبط، بني ادم محبط. بقول خلاص انا كده كده خسران. يعني انا كنت بقول خلاص انا يا رب اوصل كونفدراليه، لان انا خلاص. انت في حاله يعني بيها ربنا. انت كنت في حاله يعني بيها ربنا، لكن انت عرفت تعدي وتوصل نهائي كونفدراليه، تصدر الدوري وطموحك يعلى. طموح الزملكاوي كان فين؟ طموح الزملكاوي ده كان تحت الارض. كان بيقول يا رب دوري ابطال افريقيا. دلوقتي بقول دلوقتي دوري. هو على طموحك. فلما يغلط انا ما اقدرش اكلمه. خدت نقطه تمام، ما اقدرش انتقد اللعيبه، ما اقدرش. سيف الدين الجزيري ضايع، بس انا ما اقدرش اكلم معتمد جمال. اللي بيتكلم معتمد جمال ده انا مع احترامي ليه حاسه مش بيفهم. اصل اصل كان فارق نقطه ومش عارف ايه. انا ما اقدرش اكلمه ان هو عامل لك كام حاجه كويسه، فلما يغلط في حاجه اكلمه. وعلى فكره هو كابتن معتمد جمال مش الغلطان. مين اللي غلطان؟ المشاحنات. انا عامل اعتبار لانبي قوي. ما يعني انت المفروض كانبي فرقه متوسطه تعمل اعتبار لنادي الزمالك، دي فرقه كبيره. بس انا اعمل اعتبار لنادي انبي، فريق واخد مني 5 نقط. خسرت 5 نقط بسببه. 5 نقط، يعني اقسم بالله العظيم ال5 نقط دول لو كانوا عندي دلوقتي انا كنت كسبت الدوري. خلاص كسبت الدوري دلوقتي. خلاص 5 نقط راحوا مني بسبب فريق واحد. طب معتمد جمال السبب؟ لا مش هو السبب. ليه؟ فريق الاول ماتش الدور الاول كان السبب معتمد جمال واللعيبه. دلوقتي سببها مشاحنات. اللعيبه متوتره قوي، متوتره جدا. لا اللعيبه مش نافعه. لكن الحمد لله ان انا عديت. الفرق بيني وبين بيراميدز 3 نقط، فرق بيني وبين الاهلي 6 نقط. 6 نقط عم اعتقد 6 نقط، 6 نقط. هقابل اهلي يوم الجمعه الجايه. باشا ماتش، بص الماتش ده اهم حاجه في حياتك. انزل كل النجيله. انت لازم تاكل النجيله. ده بقى اللي تعمله اعتبار. المشاحنات اللي كانت بين الاهلي وبين الزمالك وانبي، المشاحنات دي تيجي قدام الاهلي. انت لازم تكسب الدوري ده، حياه او موت، ولازم تكسب الاهلي ده. ما عنديش مانع بيراميدز ياخد الدوري، انا ما عنديش مانع. انا كواحد بشوف اصلا ان انا عايز يعني ابقى سابع، بس كل الفرق تبقى متساويه وعارفه تكسب الدوري وكل حاجه تمام. مش الدوري يبقى مقفول على الاهلي والزمالك، ويمكن بقى بيراميدز ياخد دوري، ممكن مش عارف مين ياخد دوري. ده انجاز، يبقى انجاز منه. لو الزمالك لا، بس انا لا، انا عايز ابقى سابع بس الاقي الفرق كلها جامده. الاقي الفرق كلها في تكافؤ فرص، في اللعيبه دي عارفه تكسب دوري، في ان انت قاعد بتتفرج على الدوري بتقول مين هيكسب الدوري. الاهلي، زمالك، بيراميدز، سيراميكا، اسماعيلي.
تشوف كده اللعيبه دي. بس انت لازم تكسبه هو. هو اللي واخد منك لعيبتك، هو اللي بياخد منك مجامله، هو اللي بياخد منك كل حاجه. تروح له وتغذي عينيه وانا هكسبك. خدت مني كل دول بس مش عارف تكسبني واكسبك انا. ده اهم ماتش في الدوري. انا بشوف، انا كده كده مش هقول تقييمات وكده لان انا مستني ماتش هقول لك ما قبل الاهلي والزمالك الدنيا ونلعب ازاي، وان شاء الله كده باذن الله هنكسب باذن الله. لكن انت لازم تدوس عشان تكسب الفريق ده. الفريق ده خصم من كل الفرق. الفريق ده في الدور الثاني، انت في الدور الاول انت هو كسبان ماتشين وتعادل ماتش. هو في الدور الثاني، هو بتاعه هو بتعادل وكسبان خسران وخسران بالثلاثه. انت لازم تكسبه. بس عايز اقول برضو ان شيكوبانزا كان من سكواد، اقسم بالله كان جامد، كان بيضغط، كان بيقطع الكور، كان بيجري، كان ما شفتش منه سيكه فقدان للكوره، مش عايز يفقد الكوره. لا هو شيكوبانزا اتغير 180 درجه، او مش 180 درجه، هو الماتش ده متغير 180 درجه. هو الماتش اللي فات متغير، مش هفقد الكوره، هضغط، هقطع الكوره، احاول كده. ما بيحاولش ان هو يغلط. عامل ماتش جامد. اتمنى نص الملعب ده يتعدل يا جماعه. احنا عندنا كارثه في نص الملعب، كارثه. كان عندنا، انا لو فقدت دونجا مثلا وحد تاني من نص الملعب، حد تاني قصدي من غير نص الماهر، كنت قلت تمام. عندي نص الماهر، شحاته كان بيلعب 6 وعبد الله موجود، نص الماهر بقى ما يلعب. نص الماهر لعب جامد جدا، لعب جامد جدا. كنت ماشي افقد نص الماهر بس ما افقدش دونجا، بس افقد الاثنين اللي هم من عواميد الفرقه. دي كانت الكارثه، لان انا فقدت 2 من عواميد الفرقه. لو انت فقدت اي حد من الفرقه كنت قلت تمام، بس انت فقدت عمود الفرقه اللي هو كان واقف عليه. الدوري لسه في الملعب، الدوري لسه في الملعب قوي. الدوري هتاخده باذن الله. مفيش اي سيكه فوق يعني انك تخسر نسبه واحده بس، انك تخسر قدام النادي الاهلي. نسبه واحده بس، ما ينفعش. ما ينفعش ده بالذات. انت في بص، انت في مليون سبب انك تكسبه، مليون سبب انك تكسر عينه. هو وحش لازم تكسره، وينزل كونفدراليه بقى ويشوف بقى ايه بطل كيني بقى والفرقه دي لازم يشوفها. وما تنساش يا شباب اللايك والاشتراك. صعب.